في اللحظة اللي كان الملك على وشك يتتوج فيها، الراجل اللي ماسك التاج فجأة قلبه بطريقة غريبة وضربه بيه. في لحظة كل اللي حواليه بقوا ضده. ما كانش مصدق إن الناس بتوعه بقوا ضده كده، فضلوا يهاجموه مرة ورا مرة، والملك ما قدرش يواجههم كلهم في نفس الوقت، وكانوا مصممين ينهوا الموضوع، فمسكوه وثبتوه وكملوا هجومهم لحد ما افتكروا إنه خلاص انتهى. لكن أول ما لفوا وشهم عينيه فجأة لمعت، طاقة قوية جدا خرجت منه وجمدت كل حاجة حواليه، وما فضلش غير هدومه بس. الملك مع ذلك ما كانش سهل يختفي. جسمه اتحول لسائل غريب ونزل عميق تحت الأرض. عدت سنين، وفي يوم السائل ده فجأة ظهر تاني وامتص طاقة فقر قريب منه، وبعدها بدأ يزحف لحد ما خرج من الكهف ووصل لطريق قريب. ولما عربية كانت معدية، السائل ده دخل بهدوء تحت العجلة، ومن غير ما حد ياخد باله اتحرك معاها، وبعدين فجأة هاجم اللي سايقها فخلاها تصرخ والحصان جري من الخضة. بعد كده السائل خرج من العربية وكان اتحول بالكامل لشخص، وكان جواه فكرة واحدة بس: الانتقام.